في اعتقاد شائع إن الفايبروميالجيا تعب نفسي، حضرتك شايف الفكرة دي صحيحة والّا ده ظلم للمرضى؟ طيب أنا هاقول لِك قصة كده تضحّك شوية. في بداية أول سفرية برّه مصر وأنا دكتور روماتيزم، كانت في مؤتمر في بولندا، كان اسمه Post Graduate Euler Course، ده بتعمله الجمعية الأوروبية للروماتيزم لدكاترة الروماتيزم. أول محاضرة كان بيعملها واحد من عظماء الروماتيزم، كان دكتور برتغالي. هل الفايبروميالجيا مرض والّا لأ؟ الكلام ده إمم. بالضبط من حوالي 17 سنة. والمحاضرة دي عمري ما هانساها، لإنه ببساطة شديدة جدًا كل اللي قاعدين دكاترة روماتيزم، عايز أقول لِك إن 70% من اللي كانوا قاعدين كانوا بيقولوا لأ، ده مش مرض، ده تعب نفسي. فأنتِ السؤال اللي بتسأليه ببساطة دلوقتي وعايزين أرُد عليه، كان مثار جدل علمي من 17 سنة بين دكاترة الروماتيزم نفسهم، مش بين دكاترة الأطباء، لأ باقول لِك دكاترة الروماتيزم. لكن النهارده لأ، خلاص ده مرض، فعلًا الوجع ده حقيقي مش نفسي. الوجع ده بالدراسات والأشعاعات، الرنين الوظيفي، مناطق معينة في المخ مستثارة بعنف، كيماويات الألم في الجسم كلها متلخبطة، السيروتونين، الجابا، النور أدرينالين، الدوبامين، السبستانس بي. فعلا الأعراض اللي المريض بيحسها أعراض حقيقية ووجع موجود حقيقي، لكن سببه غير التهابي. يعني إيه غير التهابي؟ إمم. يعني مفيش التهاب في العضلات، إمم. مفيش زي التهاب مفاصل كده، في مواد فيها التهاب موجودة في المفاصل، إنما العضلات الألم بتاعها كله جاي من فوق. إن جهاز الألم نفسه، وده نوع معين من الأعصاب، سواء اللي في المخ أو الأعصاب الطرفية أو الجهاز العصبي السمبثاوي توازنه مع الباراسمبثاوي فيهم خلل. فهو مرض عضوي مش نفسي. وإيه اللي خلى النفسية تلزق فيه؟ إن معظم الحالات اللي بيبقى عندها بنسميه عبء وراثي، يعني عندهم استعداد إن يحصل لهم فايبروميالجيا، بتبدأ الأعراض تشتد جدًا بعد أزمة نفسية. فهنا جه الارتباط. إضافةً تخيلي عندِك ألم قاعد معاكِ بقى له سنتين 3 وبتروحي للدكاترة إمم. يقول لِك ما عندكيش حاجة، ده لوحده و تعب نفسي. وجوزِك يقول لِك ما عندكيش حاجة، أنتِ إمم. بتدلّعي، وصاحباتِك ومش قادرة تقومي من السرير الصبح، نفسيتِك هتبقى عاملة إيه؟ إمم. من الطبيعي جدًا إن الاكتئاب يحصل كمضاعفة وكجزء من المرض، وممكن يكون هو اللي بدأ الأعراض، سواء كان بقى اكتئاب بعد الصدمة لكن المرض مرض عضوي. طب ممكن الفايبرو ييجي بسبب الاكتئاب أو العكس، أو الاكتئاب يسبب فايبرو؟ طبعًا. وبالتالي عشان كده يعني أنا برضه هاعدِّل في السؤال شوية وأقول إيه المماثلات اللي ممكن تدّي أعراض فايبرو واضحة، إمم. يعني أعراض الفايبرو تبقى كاملة عند المريض. 1، في الأعصاب مرض اسمه MS تصلب متناثر، ومرض تاني اسمه CIDP اللي هو التهاب الأعصاب الطرفية المناعي. تمام. أدي مرضين في الأعصاب. إمم. في الروماتيزم، الروماتويد، الذئبة الحمراء، التهاب المفاصل الصدفي، التهاب الفقاري. كل هذه الأمراض ممكن جدًا تكون موجودة ومعاها أعراض فايبروميالجيا في 30% من الحالات. إمم. يبقى أدي أعصاب وأدي وآدي روماتيزم. روماتيزم. نتكلم على حاجة تانية، إمم. الاكتئاب إمم. ممكن يدّي أعراض آلام في الجسم في نسبة 30 ل50% من مرضى الاكتئاب. إمم. وبالتالي أدي دور الطب النفسي. مشاكل الغدة الدرقية، سواء كان كسل أو نشاط أو غدة مناعية أو هاشيموتو أو جريفز، بتدّي آلام في العضلات في نسبة 30 ل50%. تمام. متلازمة شوكرين المخفية اللي بيبقى فيه شوية جفاف في العين وجفاف في الريق وكلام من ده، تدّي أعراض الفايبروميالجيا كاملة في 60% من الحالات. طب معنى كده يا دكتور حضرتك لازم تتأكد الأول إن ما فيش أي مرض جنب الفايبروميالجيا مرض مصاحب ليها. برافو عليكِ، هي دي بقى أهم جملة في تشخيص الفايبروميالجيا. إمم. يعني حتى القواعد العالمية كلهم وآخرهم 2013 بعد استبعاد الأسباب الأخرى التي يراها دكتور الروماتيزم لآلام المريض. تمام.